بيبدأ فيلمنا النهاردة يا حبايبي في مدينة بونو الأسبانية اللي فيها مهرجان حرب طماطم المشهور، وفي الوقت ده الناس كلها كانت بتحدف بعضيها بطماطم في الشارع. وفي المهرجان بنشوف بنت اسمها نويل، ودي شغالة في المخابرات البريطانية، وكانت موجودة في المهرجان هي وعدد من العملاء الأمريكيين والإنجليز، لأن دي عملية مشتركة بينهم هدفها القبض على تاجر أسلحة كبير في روسيا. وبيظهر وقت المهرجان وبيحاول يختفي وسط الزحمة، لكن نويل وفريقها كانوا مغطيين المكان كله، لكن هم لسه مش متأكدين من هويته وعايزين يستخدموا أداة سرية في الأمن القومي عشان يحللوا شكله فورا، لكن الموضوع عايز تصريح من وكالة الأمن. وفي المهرجان بتوصل عربية غريبة فبيشكوا فيها، وفي نفس الوقت بنشوف قناص بيقتل واحد من فريق نويل، وساعتها بتفهم إنهم اتعرضوا لكمين. وبنشوف فريق نويل بيقع واحد ورا التاني من حواليها، وهي بتبقى مصدومة جدا. وفي نفس الوقت بيدخل خبير التقنيات عربية نويل وبيسحب بيانات من الأجهزة الموجودة فيها. وطبعا نويل بتكون مشغولة في قتل شخص يعني، وكانت هتموت من القناص، لكن بتقدر تتفادى طلقة وتتحرك بسرعة عجيبة عشان تمسك العجوز والبنت اللي معاه، لكن بيظهر جندي وبيضربها بالنار وبتقع على الأرض، وبيفجروا عربية المراقبة بتاعة فريق نويل وبيختفوا من المكان. وفي الوقت ده بتفتح نويل عينيه وتتصدم لما بتلاقي فيكتور جرادوف واقف بيتفرج على اللي بيحصل، هو بيضحك. وبنروح لندن إنجلترا، ورئيس الوزراء البريطاني سام كلارك وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون على نشرة الأخبار، وبيعرف إن رئيس أمريكا وصل لندن وسط شعبية كبيرة جدا. وهنا بنعرف إن ويل وسام هيحضروا حلف اسمه حلف النيتو اللي هيحصل في إيطاليا. والحلف النيتو ده بيكون عبارة عن تحالف عسكري بين مجموعة دول، وهدفه إن أي دولة من المشتركين في الحلف لو تعرضت لهجوم باقي الدول تدافع عنها. وبنرجع يا شباب في الوقت ده لسام وهو قاعد بيتفرج على الأخبار، وبنعرف إن ويل كان نجم هوليوود سابق وممثل أفلام أكشن كتير، وهو ممثل مشهور جدا كمان في أمريكا، وبسبب شهرته اترشح للرئاسة. وبعدها بيقفل سام التلفزيون وبينزل يجري في الشارع شوية، وطبعا كان معاه عربية الحراسة ماشية وراه. وفي نفس الوقت بتجيله أخبار فشل العملية المشتركة بتاعة أسبانيا، وعرف كمان إن في 7 من العملاء ماتوا والعميلة نويل مفقودة واعتبروها ماتت. هو بيتصدم سام من اللي سمعه وبيرجع على بيته. وتاني يوم في قصر باكنهام، وبتكون الدنيا حرفيا مقلوبة من الصحافة، لأن الرئيس الأمريكي ويل وصل معاه مراته وبنته، وبتقابلهم مساعدة الرئيس الخاصة كوينتي علشان يجهزوا المؤتمر الصحفي مع سام ومعاه وزير الأركان. وفي نفس الوقت بيشرح له إن جرادوف تاجر أسلحة روسي وتحول لشخص متطرف ومطور في أسلحة السوق السوداء، وكمان قدر من كام سنة يسيطر على البلاتينيوم. وبنعرف إنهم دمروا مصنعه ودمروا المكان كله. وبنروح للكابتن ويل وهو في عربيته، والمساعدة تشرح له نفس الكلام اللي الوزير أركان كان بيشرحه لسام عن جرادوف، وبعدها بيوصلوا الاتنين لنفس المكان. فأول ما بيشوفوا بعض بيسلموا على بعض من غير نفس. وقبل ما يطلعوا المؤتمر الصحفي اللي هيتكلموا فيه عن حلف النيتو، بيطلب منه ويل ما يتكلمش عن فشل العملية السرية، فبيوافق سام. ولما بيبدأ المؤتمر الصحفي بيتكلم ويل عن إنجازاته وعمله في مجال التمثيل، وده بقى بيجنن سام وبيخليه يتكلم عن العملية السرية. ووقتها بيحلف له ويل بالانتقام من جرادوف. ولما بيخلص المؤتمر بيكون ويل متعصب جدا وبتحاول مساعدته تهديه، وبتعرفه ان الصحافة والإعلام هيتكلموا عن الخلاف اللي بين الرؤساء وهيكون سبب في مشاكل كتيرة جدا. فبيروح ويل يتكلم مع سام وهو متضايق، وبيقترح وزير الأركان انهم يسافروا مع بعض على حلف النيتو في نفس الطيارة عشان الصحافة والإعلام يصوروهم مع بعض وكده، ويتأكدوا ان مفيش أي مشاكل والكلام ده. فبيضطروا يوافقوا غصب عنهم بعد محاولات من الإقناع طبعا من المساعدين بتوعهم. وفعلا بيسافروا مع بعض وبيصوروهم الصحافة والإعلام زي ما كانوا مخططين وهما بيسلموا على بعض. ولما بدأوا يتحركوا قعد سامي يراجع ملف العملية السرية ويبص لصورة نويل بندم. وفي نفس الوقت بيدخل ويل وبيخليه يكلم مراته وبنته فيديو ويسلم عليهم، وكان بيتعامل معاهم بلطف. فبيستغرب ويل من طريقته في التمثيل. وبعدها بنشوف واحد من طاقم المطبخ بيدخل غرفة العمليات وبيقتل كل العملاء اللي موجودين فيها، وبيكشف الطيارة في الجو لأتباع فيكتور، وبيلاحظ الطيارة اللي ماشية جنبهم، فبيجروا بسرعة على غرفة الطيار وبيحذروها واللي يدمروها بالأسلحة. لكن المفاجأة إن مساعدة فيكتور بتفتح الأسلحة الأول وبتبدأ بالهجوم. أما سام بيلاحظ القاتل المتخفي وبيطلب من الرجالة توقفه، لكن المشكلة إنهم بيقتلهم كلهم، وكان هيهجم بعدها على ويل وسام. وفي نفس الوقت كان مسؤول الحماية بتاع ويل بيجي يضربه وبياخدهم بسرعة علشان يحميهم. وبنشوف ساعتها إن محرك الطيارة بتاع ويل اتدمر خالص، والوضع بقى مش أحسن حاجة. والمشكلة إن المحرك التاني بيتدمر بعدد كبير من القذائف، وكانت الطيارة هتقع خلاص. فبيحاول سام وويل يلبسوا المظلات الهوائية، فبيعرفهم واحد من رجالتهم قبل ما ينطوا إنهم هينزلوا في مجال الجوي، وبيطلب منهم يروحوا بيتهم المؤمن في بولندا. وبنشوف سام بيقدر ينط من الطيارة وبينزل في مكان، لكن ويل بيتعلق على شجرة. بعدها تطلع وسائل الإعلام وقنوات الأخبار تتكلم عن انفجار طيارة الرئاسة الأمريكية وموت سام وويل في الانفجار. فبتنهار مراته طبعا من الخبر اللي كانت لسه الولية مكلماه من قيمة ساعتين، وبتتصدم مساعدة وزير الأركان البريطاني
البريطانية، فبيعقد البرلمان اجتماع لمناقشة استراتيجية لتوريث الحكم، وبتستلم نائبة الرئيس الأمريكي إليزابيث الحكم. وطبعا دي وراها مصيبة كبيرة بس بعدين هنعرفها. وبيقدم زعماء الدول المشتركين في حلف الناتو تعازيهم، وبيعرفوا إن الحدود البولندية قريبة منهم ولازم يمشوا ويوصلوا للبيت. والأمن بيعرفوا ويل إن جند المشاة هيجوا يدوروا عليهم، لكن سام بيأكد له إن بيلاروسيا هتسيطر على موقع انفجار الطيارة ومش هتسمح لأي طيارة تانية تدخل مجالها الجوي، ورجالتهم مش هيقدروا يدخلوا ياخدوا جثثهم. فبيتصدم ويل وبيطلع تليفونه عشان يتصل ويطمن مراته، لكن سام بيحدفه بالجزمة في وشه فبيقع من ايده تليفونه وبيكسره. وبيعرفوا ان مش لازم حد يعرف انهم عايشين عشان يعرفوا مين اللي ورا حادث الانفجار ده. وبنشوف سام وهو بينزل من على الشجرة، وبعدها بيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا مجموعة شباب بيرقصوا ومشغولين. وبيقدر جرادوف من خلال مهندس الكمبيوتر يسيطر على برنامج اشيلون، واليزابيث بتفتحه. وبنشوف سام وويل وهم بيحاولوا يسرقوا عربية، لكن الشباب بيشوفوهم وبيدخلوا معاهم في قتال عنيف جدا. وفجأة بتطلع ست بتضرب النار عليهم والشباب بيمشوا. وبتسأل الست سام وويل انتم مين؟ فبيقولوا لها احنا من بولندا وعاوزين نرجع بلدنا. فبتساعدهم وبتعديهم الحدود وبتاخدهم في عربيتها وبتخبيهم وسط الخرفان لحد ما بيعدوا الحدود، وبتعرفهم انها عرفت حقيقتهم وبتسلم عليهم وبتودعهم وبتمشي. وبيروح بعدها لشركة التعدين وبيفتح لهم شاب الباب، وبنعرف ان المكان ده مخبأ للاستخبارات المركزية في وراسو. وبيقدر مهندس الكمبيوتر من خلال برنامج اشيلون انه يحدد مكانهم. وبيعرف جرادوف اللي حصل وبيتصل بجنوده وبيأمرهم يخلصوا عليهم وبيبدأوا يتحركوا بسرعة بطياراتهم. وبنروح للشاب وهو بيفتح الباب لسام وويل وبنعرف انه عميل سري، ولما بيشوف ويل وبيقرب منه بيرحب بيه. فبيبدأ يشرح لهم ان برنامج اشيلون اتعرض للاختراق واتسربت مجموعة من الملفات السرية اللي كشفت عن عقود من الأنشطة السرية بين أعضاء حلف الناتو زي التجسس الصناعي وتخريب الاقتصادي. وفي نفس الوقت ده شباب بنشوف إليزابيث قص المصايب كلها تتكلم مع مساعدة ويل وبتعرفها انها مش موافقة على تحالف الناتو. وبنرجع لجنود جرادوف وهم بيهجموا على المخبأ السري. وفي نفس الوقت بيكون كومر عامل حساب ومجهز أوضة مليانة بأفضل أنواع الأسلحة للحرب، فبيبدأ يجهز نفسه هو وويل وسام عشان يحاربوا جنود جرادوف. وبيقدر كومر يحدد موقعهم من خلال جهاز معين متصل بكاميرات مراقبة، فبيبدأ يضربهم بالنار لحد ما بتقدر واحدة من الجنود تشوف مكان الكاميرا وبتضربها بالنار ودمرتها خالص. وفي نفس الوقت ده بيخرج لهم كومر وبيبدأ يضربهم بالنار لحد ما بيصيب واحد من الجنود، لكن كومر بيقدر يكمل للآخر وبيفجر المكان بقنبلة عشان يعطل الجنود. وفي نفس الوقت دول بيهرب سام وويل من خلال باب سري، وأول ما بينزلوا بيلاقوا باقي الجنود قدام الباب. وقبل ما يقبضوا عليهم بتوصل عربية وتبدأ تضرب عليهم نار لحد ما بتخلص عليهم. وبيتصدم سام وبيسألوا نفسهم مين اللي في العربية، وهنا بتكون المفاجأة الكبيرة لما بتظهر نويل وبتطلع لسه عايشة وسليمة. وأول ما بيشوفها سام مش بيصدق نفسه، وهنا بنعرف إن نويل كانت لابسة قميص واقي من الرصاص. وأول ما جرادوف ورجالته اختفوا فتحت عينها وابتدت تدور على مكان الجنود اللي بيشتغلوا لحسابه لحد ما عرفت مكانهم. وبتحكي لهم إنها كانت بتراقب جرادوف من وقت حادثة أسبانيا، فيقول لها كل ده عشان منعناه يبني سلاحه النووي. فبتعرفوا إنه ما كانش بيبني سلاح نووي، ده كان بيطوره. لكن المشكلة الحقيقية كانت في ابنه العالم العبقري اللي اخترع أول مفاعل نووي غير قابل للذوبان. وبنعرف إنهم لما قصفوا المبنى بالغازات الجوية كان ابنه موجود ومات في تفجير، وكانت العملية دي تحت موافقة حلف الناتو. ومن وقتها قرر جرادوف ينتقم منهم. وبيتصدم ويل من المعلومات اللي بيسمعها، وبيبدأ سام يفكر بصوت عالي معاهم وبيعرفهم إن في حد من جوه بيساعد جرادوف هنا. فبيرد عليه ويل وبيقول له بيبقى وزير الأركان اللي أقنعنا نركب الطيارة مع بعض عشان يخلص مننا في نفس الوقت. وبتقدر مساعدته تعرف بالهجوم اللي حصل على المخبأ السري لوكالة الاستخبارات. وبتدخل إليزابيث تعرفها إن عندها إحساس إن ويل لسه عايش، لكن محدش بيصدقها. هو بيقول لها وزير الأركان إنهم لازم يركزوا على المعلومات والملفات اللي تتسرب من برنامج أشلون. بتتعصب عليها إليزابيث وبتعرفها إنهم لازم يركزوا على إصلاح الوضع مع حلف الناتو، وبتأمرها تجهز اجتماع مع إيطاليا وألمانيا وفرنسا. وبنروح لسام وهو رافض يصدق إن وزير الأركان خانه. وفي نفس الوقت بيتفاجئ نويل إن إليزابيث أخدت مكانها نائبة الرئيس، وتقول لهم إن مهمتها توصلهم لحلف الناتو سالمين. فبيركبوا قطر مع بعض، وفي الوقت ده تتحسن علاقة ويل بسام وبيعرف مهندس الكمبيوتر بمكانهم في القطر، لكن بيرفض يعرف جرادوف. وتاني يوم بنروح للنمسا وبنشوف سام وهو نايم في القطر، ولما بيصحى بيستغل الفرصة إن ويل نايم وبيتكلم مع نويل، ومن كلامهم بنعرف إنهم بيحبوا بعض جدا. وبيعتذر ليها سام علشان اختفى من حياتها فجأة لأنه كان مترشح لمنصب رئيس الوزراء. فبيسمعوا ويل ولما بيقوم بيطلب منه يخليه في حاله، فبتسيبهم نويل وبتمشي وبتروح تجيب لهم فطار. وهما بيتكلموا وبيهجم واحد من رجالة جرادوف عليهم، لكن مهندس الكمبيوتر بيظهر وبيضربه بالنار فجأة، لكن بيطلع لسه عايش وبيضربه رصاصة في بطنه. بس المهندس ما بيسكتش وبيضربه برصاصة تانية برضه عشان يخلص عليه. وهنا بتيجي نويل وبتقول له يرمي سلاحه احسن له، فبيقول
وبيقول لها سام انه دافع عنهم وبيطلب منها يسمعوا للاخر. وبيحكي لهم المهندس ده انه ما كانش عاوز حاجه خالص غير انه يعيش هادي في سلام، بس جرادوف قدر انه يوصل له ويجبره انه يشتغل معاه. بس هو لما حس ان الوضع ده فيه حاجه مش تمام وخطيره قرر انه ينسحب منه. وبيعرفهم ان في جاسوس بيشتغل في منصب من مناصب الحكومه الكويسه جدا. وبيعرفهم كمان انه ما يعرفش شكله اصلا، بس هو ساعد جرادوف في اختراق برنامج اشلون، وكمان ساعده في تفجير الطياره بتاعه الرئاسه. فبتساله نويل طب هنعرفه ازاي ده؟ فبيشرح لهم انهم هيقدروا يوصلوا له من خلال المكالمات والاتصالات اللي كانت بينه وبين جرادوف. وبيطلب منهم كمان ينزلوا من على القطر وهو ماشي، لان جرادوف بيبقى معاه نظام المراقبه كله ورجالته هيكونوا مستنيينهم في المحطه اللي جايه. ونصحهم يروحوا المبنى اللي كان بيشتغل فيه في كرواتيا، وبيعرفهم مكانه وكمان بيديهم باسورد البرنامج اللي عمله. والبرنامج ده بيقدر من خلاله يعرف الاتصالات اللي عملوها. وبيطلب منهم يشغلوا البرنامج وبيقول لهم انهم كده هيقدروا يوصلوا للجاسوس، وبيتكل على الله وبيبقى في ذمه الله يعني. وبينط سام ونويل وويل بيبقى وراهم من القطر، وبعدها بيسرقوا عربيه وبيروحوا بيها على كرواتيا. وبالظبط بيروحوا في مكان اسمه زادار. ولما بيوصلوا بيدخلوا المبنى وبيبداوا يدوروا على البرنامج لحد ما بيلاقوه. بس في نفس الوقت بيوصلوا رجاله جرادوف، وبتلاقي نويل وقتها شنطه مليانه سلاح، وبتطلب منهم يحموا نفسهم بالاسلحه دي لحد ما هي تتصرف مع رجاله جرادوف. بس سام بيرفض ده، فبيقول لها انت الوحيده اللي تقدري تعرفي الجاسوس وتوصلي له. وبياخد شنطه السلاح منها وبيطلع عشان يظبط بقى رجاله جرادوف ويديلهم علقه. فبتتدخل في الوقت ده نويل وويلو بيشغلوا البرنامج. وفي الوقت ده سام بيهجم على رجاله جرادوف وبيرمي عليهم غاز سام وقنابل، وبيقدر انه يخلص على عدد كبير قوي منهم. وبتقدر نويل في نفس الوقت انها تفتح البرنامج. وبيتصدم ويل لما بيكتشف ان المساعده بتاعته هي الجاسوسه، وكمان على اتصال بجرادوف بقالها سنتين. وبيتصدم نويل وويل كمان لما بيلاقوا طياره بتهجم عليهم وبتضرب حبال قويه جدا اخترقت الاوضه وبتشد الاوضه بيهم لتحت المبنى. وهنا بيقف سام مصدوم من اللي شافه وبيحسبهم ماتوا، بس جرادوف ما بيديهوش فرصه وبيضرب صاروخ في المبنى عشان يخلص على سام. وفي اللحظه دي بقى بنعرف ان نويل وويل عايشين بس متشعلقين في السما في الصندوق اللي معاهم. وبتفكر نويل ان سام مات لما بتشوف المنظر ده وبتزعل عليه جدا، بس هي وويل بيقرروا انهم ينطوا من الصندوق اللي متشعلقين فيه، وفعلا بينجحوا في ده. وبيفكر جرادوف انهم وقعوا وماتوا خلاص، فبيتصل جرادوف على الجاسوس وبيقول له ان المهمه نجحت وبيقفل معاه. وفي نفس الوقت بيتصل الجاسوس برضه برجاله جرادوف وبيبلغهم يخلصوا عليه. المهم عمو جرادوف اللي مش عاوز يموت في سنه السودة ده بيقتل رجالته قبل ما هم يخلصوا عليه. وبنروح بقى في الوقت ده لنويل وويل اللي بياخدوا مركب في البحر وبيطلعوا بيها. وبتبقى نويل زعلانه جدا على موت سام، وبيحاول ويل في الوقت ده انه يواسيها. وبيجي تاني يوم بيبقى ميعاد حلف النيتو، وبيكلم ويل اليزابيث وبيعرفها انه لسه عايش ومماتش وانه جاي دلوقتي للمكان بتاع الحلف. وبيقول لها كل اللي عرفه وبيعرفها ان المساعده بتاعته هي الجاسوسه. وبيقول لها انها تبعدها حالا، وبيقول لها ان هو موجود فين وانها تبعت له عربيه دلوقتي تاخده بسرعه. وفعلا بتوصل عربيه، بس لما بيركب ويل بنعرف ان جندي المرتزقه موجود معاه في العربيه ومعاه سلاح. وبيرن على الجاسوسه اللي بتطلع اصلا قص المصايب اليزابيث، وبيعرفها ان ويل معاه دلوقتي. وبتأمر اليزابيث الجندي يخلص عليهم. وهنا بقى بيعرف ويل انه ظلم المساعده الغلبانه بتاعته، وان الخاينه الغداره الحقيقيه تبقى تيتا اليزابيث بنفسها. وبيبقى في الوقت ده واحد من رجاله جرادوف بيبقى مراقبهم، ولما بيعرف مكانهم بيكلم جرادوف، وجرادوف بقى بيأمره انه يخلص عليهم قبل حلف النيتو. وفي الوقت ده بيضغط ويل على زرار الميه، ولما بينزل بتقوم نويل ضربه الجندي ده في وشه. وبيحاول بقى ويل يضربه بالنار بس ما بيعرفش، فبيضرب السواق بالغلط. وفي نفس الوقت رجاله جرادوف بيهجموا عليهم برضه، بس ابننا سام البطل بيظهر وهو راكب عربيه مطافي وبيخبط فيهم فبيفجر عربيتهم وبينط العربيه بتاعت ويل ونويل. فبيتصدم ويل انه لسه عايش، وبيعرفوا منه انه عرف يهرب على اخر وقت اصلا. المهم رجاله جرادوف في الوقت ده بيبقوا وراهم، بس في الاخر بيعرفوا انهم يوصلوا لمكان حلف النيتو. وبتتصدم اليزابيث صدمه عمرها انهم موجودين هنا. المهم ابننا ويلو بيقف بقى يحكي لهم كل حاجه عنها وبيفضحها فضيحه بجلاجل. وبيوصل جرادوف برضه وبيضرب اليزابيث رصاصه في راسها وبيخلص عليها. المهم الدنيا كلها بتتقلب وكله بيطلع يجري، وبيأمر جرادوف رجالته انهم يخلصوا على كل الموجودين هنا. ونويل بتوصل في الوقت المناسب وتبدأ تخلص على كل رجاله جرادوف، وبيروح لها ويل وسام عشان يساعدوها. وبتنط نويل على جرادوف وبتمسكه وبتفضل تعجن فيه، بس الجندي بتاعه بيوصل وبيفضل يضرب فيها. وفي الوقت ده جرادوف كان بيحاول يهرب، بس نويل بتقدر انها تمسك الجندي ده تكسر له رقبته ووشه الحمد لله. وبيبقى ورا جرادوف سام وويل، فبيقرر سام ينفذ الحركه بتاعت ابننا ويلو في فيلمه الاخير. فبيفرح ويل جدا لما عرف ان سام بيتفرج على افلام، بس جرادوف بيضرب سام بسهم في دراعه وبياخد التمثال وبيرميه في طياره فبتنفجر وبيعملوا لقطه كده جميله خالص يعني. والمهم في الاخر بيموت عمه جرادوف. وبتبدا من هذه اللحظه السعيده صداقه سام وويل، وبنشوفهم بعد شهرين من حلف النيتو وهم قاعدين بياكلوا سوا في مطعم. وبيرجع سام لنويل وبنعرف ان بنتنا السترونج وومن سافرت في مهمه جديده. وبنعرف
بنعرف كمان ان الواد كومر لسه عايش وبيفضل قاعد وسط البنات بتاع البنات بيحكي لهم عن مهمة انقاذ الرئيس الامريكي، وطبعا ولا واحدة فيهم بتصدقه، بس بتظهر له نويل وبتقول له انها مصدقاه وفخورة بيه جدا كمان. تنتهي حدوتة النهارده لحد كده. لو عجبتكم شير ولايك واشتراك للقناة، واشوفكم في فيلم جديد. سلام.